في خلال فيديو النهارده هنحاول ان احنا نشرح الخطه بتاعت شركه مارفل لتقديم شخصيه روبرت داوني جونيور بتاع الدكتور دوم، والكلام اللي هقوله دلوقتي بعد ما احنا ما ربطنا التسريبات والاشاعات والاخبار اللي كانت عماله بتنزل الفتره اللي فاتت وكذلك برضو السنين اللي فاتت. فبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. طبعا الكلام اللي هقوله دلوقتي هيبقى كلام بديهي، بس انت لازم تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت عشان تربط الكلام اللي هقوله مع بعض. طيب في بدايه الامر كده محتاج ان انا اتكلم على تسريب هو نزل امبارح، والتسريب ده بيأكد ان الخطه الاساسيه بتاعت شركه مارفل مع الممثل روبرت داوني جونيور كانت ان هم كانوا عاوزين يرجعوه كده كده في الاحداث بتاعت فيلم افنجرز سيكريت وورز، ولكن كانوا هيرجعوه بشخصيه فيلن. هنا خلي بالك ان هم خطتهم ان هو يرجع فيلن، ما تذكرش ان هو هيرجع دكتور دوم ولا هيرجع اي شخصيه تانية. وتذكر هنا انه من ضمن الشخصيات اللي هو كان هيرجع بيها على انه شخصيه فيلن كان شخصيه سوبيريور ايرون مان اللي احنا كنا بنتكلم عليها من زمان. ولكن بالنسبه للشركه الفتره الاخيره هم قالوا ان هو الموضوع ده مش هيبقى كويس بالنسبه لهم، خصوصا مع الازمه الحاليه بتاعه الممثل جوناثان ميجورز. فبالنسبه لهم هم نخلوه يكون هو الفيلن الاساسي بتاع افنجر سيكريت وورز، وبالتالي يلعب الدور بتاع شخصيه دكتور دوم. والسبب الرئيسي اللي خلاهم ان هم يعملوا كده ان هو الممثل اساسا من زمان زي ما قلت قبل كده كان عاوز يلعب الدور بتاع دكتور دوم. فبالتالي شركه مارفل هي حاليا دلوقتي بتعمل له اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت عملوا معاه اتفاق على انه يكون هو الفيلن الاساسي. تفهم كده من الكلمتين اللي انا قلتهم دول ان هو كده الكلام اللي قلته في الفيديوهات اللي فاتت هو بالفعل صح، وكده روبرت داوني جونيور هيكون الفيلن بشخصيه دكتور دوم في خلال سيكريت وورز ودومز داي، ولكن مش هيكمل معانا في العالم بتاع الام سي يو بعد احداث السيكريت وورز. فبالتالي ده بيأكد ان هو كده هو جاي عشان يلعب الدور بتاع الفيلن في خلال فيلمين، ويعمل كام كاميو في خلال الاعمال برضو اللي هتنزل قبل الفيلمين دول زي بالظبط الشخصيه بتاعت ثانوس. وبالتالي برضو تفهم انه بشكل كبير الكلام اللي انا قلته قبل كده هو صح. وعندنا في ممثل تاني هيلعب الدور بتاع شخصيه دكتور دوم، وبالتالي فعلا ممكن يكون كيليان ميرفي هو اللي هيلعب الدور، وممكن زي ما قلت قبل كده يبقى في نسختين من شخصيه دكتور دوم في خلال احداث السيكريت وورز. طبعا بالنسبه برضو للناس اللي هي مصدقتش الكلام اللي قلته الفتره اللي فاتت على ان دكتور دوم في الكوميكس هو يعتبر انتي هيرو، فاللي اقدر اقوله دلوقتي هي اولا يعني ان انت تحاول تقرا الكوميكس عشان تفهم اكتر عن الشخصيه، وتاني حاجه برضو انت محتاج ان انت تفهمها ان شركه مارفل برضو كان عليها اخبار الشهور اللي فاتت، وانا متاكد ان انت نفسك شفتها. وده لما هم قالوا ان هم هيخلوا شخصيه دكتور دوم تتعامل في عالم مارفل على انها شخصيه لوكي. يعني في الاول هيكون فيلن عادي، وواحده واحده هيخلوه ان هو يكون بطل، وبعد كده هيتقلب فيلن تاني. وبرضه بجانب شخصيه لوكي هم عملوا نفس الفكره دي مع شخصيه سكارلت ويتش، فما اعتقدش انه هيبقى فيه مشكله يعني ان هم يقدموا الشخصيه بتاعه دكتور دوم بنفس الخطه دي. وده برضه في خلال اشاعه هي نزلت على بعض المواقع ان هي برضه شركه مارفل هتخلي شخصيه روبرت داوني جونيور بتاع دكتور دوم ان هم هيخلوه يواجه نسخه فاريانت من نسخ ايرون مان بتاعه توني ستارك، والنسخه دي غالبا اللي هيلعب الدور بتاعها هيكون الممثل توم كروز زي ما انا ما قلت من زمان. وفي نفس اللحظه اللي انا بسجل فيها دلوقتي نزل تسريب بيأكد ان شركه مارفل بدأت تتواصل مع الممثل توم كروز ومع الفريق بتاعه عشان ينضم لعالم الام سي يو بدور نسخه فاريانت من نسخ ايرون مان، واللي هي غالبا زي ما احنا عارفين هتبقى في الاخر نسخه سوبيريور ايرون مان. عندنا كمان برضو في تصريح من المخرج نفسه مات شاكمان اللي هو دلوقتي بيخرج فيلم الفانتاستيك فور. التصريح ده هو قاله في خلال مؤتمر سان ديجو كوميكون لما اتسأل عن موضوع روبرت داوني جونيور، وكذلك برضو رجوعه بشخصيه دكتور دوم. السؤال كان بالنسبه له كان سؤال بسيط، واللي هو هل دكتور دوم هيبقى موجود في الفيلم ولا لا. وبالنسبه للرد بتاعه فهو قال ان هو مش هينفع يتكلم عن الموضوع ده. وطبعا زي ما احنا ما كلنا ما عارفين انه معنى الجمله دي بالنسبه لشركه مارفل ان هو فعلا الكلام ده هيحصل. طبعا زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت ان هو كان متسرب من زمان على ان دكتور دوم هيبقى موجود في البوست كريت سين لفيلم الفانتاستيك فور. وطبعا زي ما شرحت في الفيديوهات اللي فاتت ان هو منطقي ان شركه مارفل تجيب شخصيه دكتور دوم مقاربه في السن للشخصيه بتاعت ريد ريتشارد. وهنا زي ما انا ما وضحت برضو انا مش قصدي على السن بتاع الشخصيات، ولكن انا قصدي على السن بتاع الممثلين اللي هيلعبوا الادوار. ودي كمان برضو من خلال اشاعه هي لسه نازله النهارده قبل ما اسجل الفيديو ده على طول. الاشاعه دي بتقول ان احنا عندنا الفود او الفراغ اللي هو كان موجود في خلال مسلسل لوكي الموسم الاول والموسم الثاني وديدبول اند وولفرين. الفود ده هيكون هو المكان اللي باسم الباتل وورلد بالنسبه لنا، بس جوه الام سي يو مش هنشوف الباتل وورلد زي ما انت بالظبط كنت بتقراه في الكوميكس. انت مش هتشوف موضوع التصادمات بين الاكوان، فعشان كده هناخد جزء من الكون ده وجزء من الكون التاني ونعمل الكون بتاع الباتل وورلد. ولكن اللي هيحصل قدام عينك ان انت هتلاقي ان كل الاكوان بتتمسح وبتروح للفود.
طبعا اللي فيكم كان متابع القناه الفتره اللي فاتت فعارف ان انا شخصيا كنت قايل الموضوع ده، كنت قايل ان انا متوقع ان هو الفود هيكون هو في الاخر الباتل وورلد، لان ما اعتقدش ان شركه مارفل هتعرف تمشي على الخطه القديمه واللي هي ان هم لسه هيعملوا لك الافلام دي موجوده بين الاحداث بتاعه افلام الافينجرز بحيث ان هي تبقى موجوده في الباتل وورلد، وما اعتقدش ان هم لسه هيبقى قدامهم وقت ان هم يعملوا الباتل وورلد من الاساس، لان زي ما انت ما شايف قدامك الاعمال اللي هتنزل هي اعمال كتير ولكن في وقت قليل، عشان فيلم افنجرز دومز داي هينزل 2026 والسيكريت وورز 2027، فالكلام هنا غير منطقي على انك تحاول تعمل كل الافكار دي كلها قبل السيكريت وورز، وحلهم الوحيد لو هم عايزين يعملوا الباتل وورلد ويمشوا زي الكوميكس بالنص، مع ان شركه مارفل ما بتعملش كده مع كل الافلام، ولكن لو عايزين يعني يقتبسوا جزء كبير جدا منها فاولا لازم يعملوا فيلم وورلد وور هالك، والفيلم ده الاحداث بتاعته ممكن تكون موجوده في الفود او الفراغ، وثانيا لازم ياجلوا النزول بتاع الافلام بتاعت الافينجرز دي، لان لو هي نزلت فهي كده بتتكروت حرفيا. الافلام دي زي ما سبق وقلت قبل كده من زمان من ساعه ما تم الاعلان عنها، انا متوقع بشكل كبير ان احنا عندنا فيلم السيكريت وورز هينزل 2029، وممكن فيلم افنجرز دومز داي ممكن ينزل 2028 او 2027، وبين الافلام دي ممكن نشوف اعمال تانية للافلام او الشخصيات بتاعت الافنجرز او مثلا شخصيات تانية او مسلسلات او ايا يكن، لان احنا سمعنا الفتره اللي فاتت في فيلم للاكس مان المفروض هيتعمل، في فيلم افنجرز ضد الاكس مان احتمال ان هو يتعمل عشان هو دلوقتي في التطوير، في فيلم يانج افنجرز وده برضو اسم الافلام الافنجرز، ولسه عندنا فيلم وورلد وور هالك، ولسه برضو عندنا فيلم سكارلت ويتش، ففي اعمال كتير ما تمش الاعلان عنها، وكان المفروض يتم الاعلان عنها في خلال مؤتمر سان دييجو كوميكون ولكن ده ما حصلش، بس بشكل كبير ممكن يتم الاعلان عنها في خلال مؤتمر دي 23 اللي هو هيبقى في خلال شهر 8 واللي احنا حاليا دلوقتي لسه بادئينه، وتحديدا هيكون ما بين يوم 9 لحد يوم 11 اغسطس. من المحتمل خلال المؤتمر ده ان هم يعلنوا عن بقيه الاعمال اللي لحد دلوقتي ما فيش اي حد عارفها، وبالتالي هنا ممكن يخلوا الافلام دي ان هي تتاجل شويه عشان يبقى الكلام منطقي. وهنا قبل ما اكمل في نقطه بس بخصوص فيلم اليانج افنجرز وفيلم افنجرز ضد الاكس مان، في اكونت من الاكونتات اللي بتهبط على السوشيال ميديا نزل كلام بيقول ان الكلام ده رسمي، وشركه مارفل هي عملت اكونت رسمي لفيلم افنجرز ضد الاكس مان واكونت تاني لفيلم اليانج افنجرز. طبعا ملخص الموضوع ده انه الكلام ده كذب مش حقيقي، والموضوع ده اتكلمت عليه بالتفصيل على الانستجرام عشان ما نطولش الفيديو على واحد ملوش لازمه. طبعا كان في تسريب تاني كنت متكلم عليه في القناه من زمان جدا، والتسريب ده كان المفروض قلت فيه ان شركه مارفل هتعمل مسلسل لشخصيه دكتور دوم، والمسلسل ده كان هيتعمل وهينزل على المنصه بتاعه ديزني بلس، ولكن كان هيتعمل في المرحله بتاعه المتحولين او الميوتنت ساجا، فده اذا كان هيفهمك حاجه فده ممكن ياكد لك ان فعلا احنا كده هيبقى عندنا نسختين من دكتور دوم، او ممكن يبقى نفس الشخصيه بتاعه دكتور دوم بتاعه روبرت داوني جونيور هو ده يكون دكتور دوم الاساسي بتاعنا، وان هو هيكمل في المرحله بتاعه الميوتنت ساجا وهيكمل معانا بعد كده الباقي الام سي يو، وهنشوف ان هو هيتعمل له المسلسل الخاص بيه على المنصه بتاعه ديزني بلس زي ما قلت من زمان. بس برضو لو هنتكلم على حسب توقعي الشخصي فانا بالنسبه لي ما اعتقدش ان روبرت داوني جونيور عشان هو كبير في السن ان هو ممكن يكمل مع مارفل اكتر من كده، لان اللي احنا عارفينه من الاخبار الرسميه واللي بالمناسبه هي نزلت من شهر 10 2023 السنه اللي فاتت، وطبعا عملت عليها فيديوهات هنا برضو في القناه، الاخبار دي اكدت انه كيفن فاجي بالفعل هيعمل سوفت ريبوت للعالم بتاع الام سي يو، وده من بعد الاحداث بتاعه السيكريت وورز ما تنتهي. والفكره بتاعه السوفت ريبوت اللي هو هيعملها بكل بساطه ان احنا هناخد شويه اجزاء من الاعمال اللي فاتت بتاعه الام سي يو هتبقى مرتبطه بالتايم لاين الجديد اللي هيتعمل، وهيبقى في ممثلين بيلعبوا الادوار بتاعتهم، ولكن في ممثلين كتير هيسيبوا الادوار وهيتبدلوا بممثلين جدد. فعلى سبيل المثال ممكن يجيبوا ممثل جديد يلعب الدور بتاع نيك فيوري، وممثل تاني جديد برضه هيلعب الدور بتاع كابتن امريكا، ومليون في المية هيجيبوا نسخة من ايرون مان هتبقى موجودة في نهاية الاحداث بتاعة السيكريت وورز، وهيبقى بعد كده هو ايرون مان الرئيسي بتاعنا في كون 616 اللي هو الكون بتاع الام سي يو، وهيشوفوا ايه الشخصيات الناقصة في عالم الام سي يو قبل كده وهيخلوها دلوقتي موجودة في العالم الجديد. وطبعا من ضمن الشخصيات دي هتبقى شخصية دكتور دوم نفسه، لان طبعا زي ما كان واضح قدامنا شخصية هالك وشخصية نيمور وشخصيات الفانتاستيك فور ودكتور دوم وشوية شخصيات تانية الحقوق بتاعتها ما كانتش مع شركة مارفل الفترة اللي فاتت، ولكن دلوقتي شركة مارفل وشركة ديزني رجعوا الحقوق كلها دلوقتي، بالتالي شركة مارفل معاها الحقوق بتاعت كل الشخصيات، فهم محتاجين ان هم يعملوا عالم جديد العالم ده يكون موجود فيه الفانتاستيك فور والاكس مان وشخصية من شخصيات دكتور دوم، وده في حالة زي ما قلت ان هم هيقدموا شخصيتين من دكتور دوم، وطبعا هيبقى عندنا سبايدر مان اساسي وهيبقى عندنا سبايدر مان تاني مايلز موراليس، وحرفيا هيبقى عندنا كل الشخصيات بتاعت عالم مارفل اللي انت بتشوفها في الكوميكس، ولكن الفرق هنا ان انت ممكن بعد كده بعد المرحله بتاعت السيكريت وورز دي ما تنتهي ان انت تلاقي مثلا فيلم للاكس مان بعديه فيلم للفانتاستيك فور بعديه فيلم لسبايدر مان بعديه فيلم للافنجرز، وهكذا. شركه مارفل وقتها هتاخد راحتها ان هي تعمل الاعمال اللي هي
عايزاها. وزي ما قلت هنا ممكن ان هم يقدموا دكتور دوم زي ما كانوا عايزين قبل كده، لان الافكار هتبقى عندهم واسعه جدا، لان حرفيا هيبقى معاهم كل الشخصيات. وبالمناسبه برضو في نظريه احتمال ان هي ممكن تطلع صح، والنظريه دي بتقول ان احنا من المحتمل في خلال فيلم افنجر سيكريت وورز انه ممكن نشوف ان روبرت داوني جونيور هيكون شخصيه دكتور دوم، وهيجمع فريق من الافنجرز ولكن هيكونوا فيلنز. هتقول الكلام ده معناه ايه؟ هقول لك يعني انت بدل ما هيكون عندك كابتن امريكا هيبقى عندك كابتن هايدرا، بدل ما يكون عندك بلاك ويدو اللي هي العاديه هيبقى عندك نسخه فيلن من بلاك ويدو، بدل ما يكون عندك ايرون مان ممكن يبقى عندك نسخه فيلن واللي هي ممكن تكون النسخه بتاعت سوبيريور ايرون مان. وكذلك كل الشخصيات السته بتوع الافنجرز القدام هتلاقي منهم نسخ فيلنز. ولو هتكلم عن رايي الشخصي في النقطه دي فالكلام ده هو ممكن يبقى بشكل كبير هو صح، لان من زمان اللي احنا عارفينه ان هو كريس ايفنز هيرجع بالدور بتاع كابتن هايدرا. وبالمناسبه في تحليل فيلم ديدبول اند وولفرين اللي ممكن يكون نزل او هينزل بعد الفيديو ده، كان في لقطه انا قلت لكم فيها ان هو الدرع اللي كان مرمي على الارض جوه الفود، الدرع ده هو يعتبر بتاع كابتن هايدرا من الكوميكس، وتحديدا متاخد من الكوميكس بتاعت سيكريت امباير. فده اذا كان هيلمح على حاجه فممكن يلمح على ان فعلا كريس ايفنز هيبقى كابتن هايدرا. ولو توم كروز هيرجع في عالم مارفل على انه سوبيريور ايرون مان، على انه فيلن، فده طبعا بيرجع للتسريبات القديمه اللي اتكلمنا عليها قبل كده، على انه كده كده كان هيتقدم في دكتور سترينج 2 وكان هينتقم من كون 616. ولكن الخطط دي كانت عماله ان هي بتتاجل واحده ورا الثانيه. وبالنسبه لشخصيه هالك فده ممكن ياكد التسريبات برضو اللي اتكلمنا عليها قبل كده من زمان، على ان شركه مارفل هترجع ممثل من الممثلين القدام، ممكن يكون إيريك بانا او ممكن ادوارد نورتون، وواحد من الممثلين دول هيكون هالك اللي هو النسخه بتاعه المايسترو. وبالتالي النسخه دي كمان ممكن تبقى شغاله عند دكتور دوم في الاحداث بتاعه السيكريت وورز. وفي برضه احتمال، والكلام ده ممكن يبقى بالنسبه لك كلام بديهي، ان احنا ممكن نشوف من اول فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد اول ظهور لشخصيه دكتور دوم بتاعه روبرت داوني جونيور. وده عشان لو انتوا تفتكروا السنه اللي فاتت لما فيلم كابتن امريكا كان لسه بيتصور، المنتج بتاع الفيلم قال ان روبرت داوني جونيور كان موجود هناك في اماكن التصوير. هنا بقول لك المنتج بتاع الفيلم، والكلام ده كان كلام رسمي وانت بنفسك ممكن تبحث عنه دلوقتي. طب ايه اللي خلاه كان موجود هناك في اماكن التصوير؟ ممكن يبقى ليه علاقه بشخصيه دكتور دوم. فمن الممكن مارفل تبدا ان هي تمهد له من اول السنه اللي جايه في الاعمال اللي هتنزل. بس اذا كان ده بالفعل هيحصل فهنا في احتمال من الاثنين ممكن يظهر قدامنا. الاحتمال الاول انه ممكن روبرت داوني جونيور زي ما قلت قبل كده ان هو يتقدم في خلال فيلم الفانتاستيك فور، وبالتالي يبقى هو موجود في كون موازي، وبعد كده ينتقل لكون 616 زي ما احنا عارفين ان هو ده هيحصل جوه الفيلم مع سو ستورم وكذلك ريد ريتشارد وبقيه اعضاء الفريق. او ممكن يبقى في احتمال تاني، والاحتمال التاني ده ان احنا ممكن نشوف ان هو في استنساخ حصل في عالم الام سي يو للدي ان ايه بتاع توني ستارك لما هو مات، زي بالظبط كده ما شفنا جوه مسلسل سيكريت انفيجن. ولكن هنا ممكن يبقى في حد هيستخدم الدي ان ايه ده ويرجع شخصيه توني ستارك ولكن على هيئه دكتور دوم. انا قلت اقول النظريه دي عشان في ناس كانت عماله بتقول لي موضوع الاستنساخ ده كتير، وهو ايوه ممكن يبقى ليه علاقه بفيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد ده عشان الخبر الرسمي اللي نزل ساعه تصوير الفيلم زي ما قلت. لكن لو هتكلم على رايي انا الشخصي فانا بالنسبه لي مؤيد النظريه بتاعت ان هو يبقى جاي من الكون بتاع بيدرو باسكال، عشان زي ما قلت لك هيبقى مقارب لنفس السن بتاع ريد ريتشارد بتاع نفس الكون. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.